هناك ظاهرة فشت بين طالبات المدارس، وهو السروال القصير حتى ينكشف أسفل ساقها. نصيحتكم لولاة الأمور ومدراء ومديرات المدارس. وعياذا بالله من هذه الملابس الضيقة ومن الأفعال المشينة، فنسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. فعلى مدير المدرسة والمعلمات ينبه الطالبات إلى هذا، وكذلك ولي الأمر. ولي الأمر لا يخرج ابنته من البيت وهي بهذا اللباس. قال: بما تنصح أخت من الأخوات تخرج إلى الشارع عارية الرأس لابسة بنطالون أي سروال، مع العلم أنها تصلي. المرأة عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من الناس لم ترهما عيني أعوذ بالله أن تروهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. خروج المرأة من بيتها بغير الحجاب الشرعي هذا سبب لنعل الناس لها، العنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن. ماذا تريد المرأة بهذا؟ ماذا تريد بكشف شعرها ونحرها ماذا تريد؟ تريد الفاحشة. فسبحان الله، الله يقول: ولباس التقوى ذلك خير. ومن علامات قلة الحياء عند المرأة لباسها، كلما قل حياؤها عبرت عنه بلباسها. فالمتجلببة المحتشمة هذه حياؤها يمنع أن يراها أحد من غير المحارم، فلتتق الله في نفسها وأن تلتزم الحساب الشرعي. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.